هنتكلم في الحلقة دي عن حدث حصل، يعتبر حدث تاريخي حصل في مصر. النهاردة 6 مارس سنة 2024 تم تعويم أو تحرير سعر الصرف في البنك المركزي، وبالتالي في باقي البنوك للمرة الخامسة في خلال 7 سنوات. وأصبح سعره الحالي في وقت تسجيل الحلقة دي دلوقتي بيتراوح بين 49 وحاجة و50 وحاجة بسيطة. فده سعر حر بيتغير خلال الفترة دي. ال10 أيام دي هيحصل تذبذب في السعر، وبالتزامن مع يعني تذبذب، وبالتالي برضك أسعار الدهب هتتذبذب إلى أن يستقر السعر يبقى سعر حر ويقضى على السوق السوداء تماما. وبالتزامن مع الحدث ده حصل البنك الأهلي أصدر شهادات جديدة هو وبنك مصر، وليها دوريات صرف مختلفة مع وجود طبعا سعر الدولار في البنوك، وفتحوا بطاقات الائتمان بحيث ان نقدر نصرف منها اللي عايز يشتري، ويبقى في مرونة في سعر الصرف. تعال نشوف اول شهادات حصلت، يعني شهادة ال3 سنوات. هنتكلم عن الشهادة دي الاول. اول شهادة هنتكلم عنها شهادة 3 سنوات متناقصة. العام الاول 30%، والعام الثاني 25%، والعام الثالث 20%، يعني متوسط 25% بالنسبة لكل سنة. ودورية صرف العائد سنوي، يعني آخر كل سنة هتقبض، يعني السنة الأولى هتقبض آخر السنة 30%. لو حطت 100,000 جنيه هتقبض 130,000، هتاخد 30,000 جنيه فايدة. والشهر ده هتاخد والعام التاني هتاخد 25,000 جنيه على 100,000، والعام الثالث هتاخد 20,000. وفكرة العوائد المتناقصة دي بناء على التضخم المفترض، يعني معتبر هو فارض ان اول سنة هيبقى التضخم عالي، وتاني سنة هيقل التضخم، وتالت سنة هيقل حبة. الشهادة التانية اللي اتعملت دورية عائد، الفرق بينها وبين اللي فاتت دي دورية عائد شهري، يعني دي هتتقبض كل شهر. فيبقى العام الاول 26% شهريا، يعني دورية العائد 26 سنويا، بس العائد هيتصرف كل شهر. يعني بعد ما نحسب لو 100,000 يبقى 26,000 جنيه في السنة، هنقسمهم على 12 يطلع كل شهر هتقبض لو عملنا بالآلة الحاسبة كده يبقى 26,000 دي على 12 يبقى هتقبض 2166 كل شهر. نفس الكلام هنحسبه لو العام التاني، بس الفايدة مش هتبقى 26، هتبقى 22 سنويا. برضك هنبقى 22,000 جنيه في السنة دي، هتقسمهم على 12 تعرف الفايدة الشهرية. نفس الكلام 18 في العام الثالث، يعني هتقبض 18,000 جنيه على 100,000 جنيه، هنقسمهم على ال12 نطلع الفايدة كل شهر كام. ده بالنسبة. أما الشهادة اللي هي 27 اللي هي موجودة في البنك دلوقتي، اللي هي عام واحد فقط. الشهادات اللي فاتت دي كانت 3 سنين، الشهادة العام واحد بس. ف27% سنوي ده عائد نهاية المدة آخر السنة، 23.5 سنوي عائد يصرف شهري. يعني 27,000 لو 100,000 هتاخد 27,000 في السنة آخر السنة. لو 100,000 23.5 في المية هتاخد 23.5 في السنة، بس هيتقسموا على 12 فتعرف في الشهر هتاخد كام على 100,000. في بقى سنوي دي يعني ايه بقى 23% سنوي ودورية صرف العائد يومي. يعني ايه دي بقى؟ دي معناها اني هنحسب الفايدة كالعادي 23,000، بس هنقسم على 365 يوم لو سنة كبيسة، لو سنة بسيطة، و366 لو سنة كبيسة، يطلع الفايدة اليومية على 100,000 اللي هي هتبقى لما نيجي نحسبها كده، يعني الفايدة دي سنوي خلاص كلها، هنقسم بقى على اليوم نشوف هتاخد في اليوم ايه. دي 23% الفايدة هتنزل بس طبعا مش هتتحسب، هتبقى ثابتة على طول السنة. 23% دي هتبقى ثابتة، انت بقى هتاخد الفايدة اللي هتطلع دي. تعال نحسبها كده. لو حسبنا بالآلة الحاسبة 23,000 جنيه نقسمهم على 366 يطلع في اليوم 62 جنيه. خلاص انت كل يوم هينزل لك 62 جنيه في البنك. طبعا لما نضربهم في الشهر يعني في 30 يوم حسب الشهر بقى، لو فرضنا شهر 30 يوم يعني
انت بقى هتاخدهم الفلوس نازلة، هتعمل بيها ايه الفلوس دي؟ هو دي المشكلة. طب انا دلوقتي لو انا عندي 23 ونص، 23 ونص اللي هي اللي قبلها يعني 23,500، لو قسمتها على 12 هتطلع 1900 اكتر في اخر الشهر. في اخر انا حسبت لك اللي فاتت دي على انها بتنزل كل يوم، لو واحد عايز ياخد منها المصاريف يومية ما يستناش لاخر الشهر. بس هو في الاخر هياخد الفايدة بتاعتها يومي، هتنزل في الحساب، انت تقدر تاخد الفايدة تعمل بيها حاجة تاني. بكده يبقى دي الشهادات اللي حصلت، وده الحاجة اللي تمت في البنوك سواء بنك مصر او البنك الاهلي.